السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه رجالة الثانوية العامة؟ يا رب تكونوا بخير. الحلقة الثانية من حلقات الترجمة والثالثة في الكورس التأسيسي قبل ما ندخل على المنهج إن شاء الله. أفكرك إن إحنا في الفيديو الأول اتكلمنا عن حاجة اسمها sentence formation اللي هي تكوين الجملة. اتكلمنا تفصيلا عن الفاعل والفعل والمفعول. بعد كده بدأنا الحلقة الثانية وكانت الأولى في الترجمة. اتكلمنا عن 10 خطوات والنهاردة بأمر الله مكملين لحد الخطوة ال30. أفكرك إن هم 45 خطوة. يعني باقي حلقة تانية غير دي إن شاء الله هناخد فيها الترجمة. هسيب لك في الوصف تحت الملزمة بتاعت الكورس ده علشان خاطر تشوف الشرح وتحل وتطبق بعدين على طول. فلو أول مرة تشوفني سبسكرايب، زر الجرس على طول، وشير للقناة. على بركة الله. دلوقتي هنبدأ في النقطة ال11 من أول هاو تو ترانسليت. أولا بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنبدأ نقول إن الخطوة ال11 وال12 الاثنين شرحناهم لما جينا اتكلمنا عن إن ومكانها واستخداماتها. يعني احنا خدنا إن في أول الكلام. طبعا أنا مش هميز ما بين إن وقال لأن أنا مش بتاع لغة عربية. أنت فاهمني؟ فاللي هو أنت سامحني بقى لو جت بالكسر بالفتح بالضم اعذرني، أنا بتاع إنجليش. فإن مكانها في أول الكلام لا يترجم. طب لو بعدها فعل بتترجم الى تو المصدر. طب لو بعدها جمله كامله بتترجم الى ذات. طب لو جت بمعنى لو يبقى انا بترجمها الى اف على اساس ان اف عندي بمعنى لو. فانا عندي الخطوه ال11 والخطوه ال12 كلا الاثنين عندي احنا اوريدي واخدينهم في الفيديو اللي فات بتاع الترجمه او الجزء الاول. يعني الخطوه ال13 مش بعيده عنهم قوي، بس هي القصه بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ان كلمه ان اللي هي الملاصقه للافعال الناقصه. وبرضه افكرك ان الافعال الناقصه دي احنا كنا اتكلمنا عنها لما جينا اتكلمنا في السنتنس فورميشن تكوين الجمله. لما قلنا الفاعل واتكلمنا في تفاصيل والفعل واتكلمنا في تفاصيل. وقتها قسمنا الفعل لو تفتكر بس معايا كده ان الفعل عندي مساعد واساسي وناقص. اتكلمنا في المودال فيرب او الفعل الناقص اللي هو بقى ويل وود وكان وكود وشال وشود ومي ومايت وماست وهاد تو وهاف تو ونيد تو. كل القصص دي كلها حتى لو تفتكر معايا قلت لك ان الافعال الناقصه دي كلها يعني بتشترك في قصه ان بيجي بعدها الانفينيتيف او مصدر الفعل، في حين ان كل واحد فيهم ليه معنى طبعا خاص بيه. يعني اكيد كان مش زي ويل، صح؟ يعني كان للاستطاعه، ويل لوصف حدث يتم في المستقبل، شود للنصيحه، ماست للالزام، هاف تو للضروره. طبعا الكلام ده هناخده في المنهج ثالثه ثانوي بتفصيل غريب. المهم عشان خاطر ما اتوهكش مني، انا دلوقتي مثال بيقول يجب أن نتكاتف لمساعدة بعضنا البعض. طيب جملة زي دي هترجمها يا مؤمن؟ يا سيدي والله عارفين فاعل الفعل المفعول اهو. الفعل اهو، الكلمة بتاعت نتكاتف دي فيها الاثنين، فيها الفاعل وطبعا عارفين ان الفعل هنا مستتر وفيها الفعل. طيب بس انا في حاجه عندي قبل ما اخش على الفعل بتاع يتكاتف ده ما اتناساش يجب ان اللي هتيجي قبل الفعل الاساسي نفسه، وبعد كده لمساعده بقى جر ومجرور او ايا كان شبه جمله زي ما تقول عليها. المهم ان انا لما هبدا جملتي هقول وي، تمام؟ وكلمه يجب ان ماست. الشاهد بقى عندي ان كلمه ان هنا انا مش هاجي ناحيتها في حاجه. ليه مش هاجي ناحيتها في حاجه؟ لانها لا تترجم مع الافعال الناقصه عموما. لابد ان، ينبغي ان، يستطيع ان، كل ده انا عندي لايه؟ لا تترجم. حتى لما جيت ترجمتها الماست اهي جت ماست، ما حطيتش ماست ذات ولا ماست تو ولا ماست اوف. مصدر الفعل بقى اللي هو يتكاتف. يتكاتف دي بكل بساطه عشان الناس ما تستغربهاش ممكن اقول كوبريت. طب انا راجل محترم وعايز اخد نص الكلمه نفسها، خلاص يا سيدي قول شولدر. شولدر هي فيرب برضو بمعنى يتكاتف زي ما هي اسم بمعنى كتف. لمساعدة، اللام دي عندي اسمها لام التعليل. اترجمها فور ماشي، اترجمها تو ماشي. حطيتها تو يبقى اجيب الفعل من مساعدة واخليه في المصدر اللي هو هيلب. حطيتها فور يبقى انا اقول فور هيلبينج، تمام؟ بعضنا البعض مصطلح كده مش عايز اقول لك عامة الشعب عارفينه اسمه each other. each other ده كده يا جماعة القاعدة اللي موجودة عندي في رقم 13. 14 بقى بيقول لي ايه؟ الضمير المتصل. حلو قوي. انا هدمج 14 و15 مع بعض في حته واحده. ايه هي؟ ان الضمير المتصل بالفعل، الضمير المتصل بالفعل بترجمه الى فاعل قبل الفعل، تمام؟ لما اجي اقول يا جماعه نساهم،
فنو ساهم في ضمير متصل بي يساهم اللي هو نو ساهم، خلاص، فترجمه الى وي. او ساهم يبقى في ضمير متصل بي يساهم اللي هو اترجمه الى اي. يبقى الضمير المتصل بالفعل بترجمه الى فاعل قبل الفعل. طب ضمير المتصل بالاسم مش بالفعل بترجمه لصفة ملكية قبل الاسم نفسه. يعني لما اقول مثلا سيارتهم، فسيارة فيها ضمير متصل بهم، اروح جاي مترجم هم دي بقى الى their car، وبعد كده احط المملوك عندي. يبقى المتصل بالفعل ضمير فاعل قبله، الضمير المتصل بالاسم صفة ملكية قبل الاسم برضه. زي مثلا نحاول حل مشاكلنا دون الحاجة للآخرين. قد يكون المعلومة دي صح أو مش صح، مش قصتنا. بس أنا لما أقول لك نحاول، مش أنا عندي هنا في فعل مستتر متصل ما أعرفش أيا كان هو إيه، المهم إن في فاعل، آسف مش فعل يعني، خلاص. والفعل عندي اللي هو وي، يحاول تراي. كلنا عارفين إن تراي ممكن يجي بعدها يا إما تو سولف، تمام، يا إما إن أنا أقول سولفينج على طول. ماشي، مشاكلنا هي دي بقى اللي انا اقصدها. ده هنا بقى اسم في ضمير متصل بيه. طب هنا كان فعل ضمير متصل بيه، الضمير المتصل بيحاول انا ترجمته الى مين يا جماعه؟ الى وي. طب الضمير المتصل بالاسم اللي هو مشاكلنا هجيب صفه الملكيه اللي عايده علينا. برافو عليك. فانا هقول ايه بقى؟ our problems. ده اللي انا عايز اوصله لك في النقطه رقم 14 و15. دون طبعا فبقول without الحاجة للآخرين. ممكن أقول the need to others. to إيه يا جماعة؟ to others. طيب صلي برضو على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة رقم 16 مهمة أوي أوي أوي. بيقول لي إيه بقى في 16 أو القاعدة 16 يا جماعة؟ بيقول لي إن لو الاسم، هو أنا طبيعي يا جماعة لما أجي أستخدم أو أعرف الصفة بقول إن الصفة تصف الاسم، تمام؟ طب لو صفتين بيصفوا الاسم، ركز معايا بقى. لو صفتين ايه اللي بيحصل؟ لو الصفتين اللي بيصفوا اسم ما كلاهم الاثنين مرتبطين ببعض او قريبين من بعض في المعنى او متعلقين ببعض، بروح جاي مترجم بقى. بص، ما انا هجيب الصفات قبل الاسم الموصوف، هترجم بالترتيب الصفة الاولى ثم الصفة الثانية ثم الموصوف. لو الصفتين مرتبطين ببعض، وهكتبها لك بالمثال دلوقتي على السبورة. طب لو الصفتين اللي قبل الموصوف ما لهمش علاقة ببعض، خلاص، فبجيب الصفة الثانية الأول ثم الأولى وبعدين أحط الموصوف. مش فاهمين؟ تعال على السبورة. لو جيت وقلت لك اشتريت سيارة، بص بقى، غالية جديدة. طيب شو المثال الثاني؟ اشتريت سيارة غالية بيضاء. اظن بيتهيألي كده شفت الفرق في الصفتين اللي بيوصفوا الموصوف. اهو في الصفه الاولى او في المثال الاولاني هتلاحظ ان غاليه جديده صفتين للسياره، بس الاثنين في علاقه بينهم، في رابط. اللي هو ايه الرابط؟ اللي هو كل عربيه غاليه ممكن تبقى جديده بنسبه كبيره، وكل عربيه جديده بتبقى غاليه. يبقى الصفتين مرتبطين ببعض. انما لما اقول لك غاليه بيضاء، هل كل عربيه بيضاء غاليه؟ طب كل عربيه غاليه بيضاء، ودول صفتين بس ما لهمش علاقه ببعض. ايوه، يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول لما اجي انا اترجم بقى المثال الاولاني ده، بقول يا جماعه، بقول ايه؟ بقول اي بوت، اشتريته. وهنا خلي بالك بس افكرك ان في هنا ضمير متصل باشترى انا، تمام؟ اشتريته. لما اجي اترجم بقى طالما الصفتين في بينهم رابط، هجيب الاولى ثم الثانيه. اقول ان اكسبنسيف، ادي الصفه، نيو الثانيه، واروح جاي حاطط كلمه كار في الاخر. ده لمجرد ان الصفتين في رابط بينهم بجيب الاولى ثم الثانيه. طب لو الصفتين ما لهمش علاقه ببعض زي ما انا كاتب كده غاليه بيضاء، اعكس بقى. يعني ايه اعكس؟ يعني هروح جايب الصفه الثانيه الاول وبعدين الاولى. نفس المثال I have bought او I bought، هقول بقى a new expensive car برضه. شوف بقى هنا يا جماعه، عكست، جبت الصفه الثانيه الاول وبعدين الصفه الاولى طالما الصفتين ما لهمش علاقه ببعض. تمام. القاعده بقى عندي رقم 18. بص يا شباب، القاعده رقم 18 دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي هو انا في افعال معينه بستخدم بعدها الصفه
حتى لو الافعال دي جت في الجمله وبعدها كلمه شبيهه بالصفه، الاسم من الصفه، الحال من الصفه، رجع الحال او الاسم للصفه تاني. مش فاهم؟ اقول لك انا، لو جيت في مثال وقلت لك شعرت بالسعاده وقت النجاح، واخد بالك من الفعل شعرته اللي هو في الاساس كلمه يشعر يعني. القاعده بقى بتقول لي ان كلمه يشعر او الفيرب تو بي او كلمه جيت بمعنى يصبح او بكم بمعنى يصبح او سميل بمعنى ذو رائحه او تيست بمعنى ذو مذاق او ساوند يبدو او سيم يبدو او لوك يبدو، تمام؟ الافعال دي لما تكون موجوده في الجمله بتاعتي بحط بعدها الصفه، حتى وان كان الصيغه بتاعت الصفه نفسها مش جايه كصفه، جايه كاسم، هرجعها للصفه. فلما اجي اترجم جمله زي شعرت بالسعاده وقت النجاح، فطبعا انا الفاعل هيبقى اي، وشعرت هقول felt عشان فعل ماضي. اجي بقى بالسعاده ما اقولش happiness، طالما قلت felt اللي هي الماضي من فيل، حضرتك حولها الى صفه happy. في وقت بقى اقول at the time of النجاح اللي هو success. ماشي يا رجاله؟ القاعده عندك رقم 19 بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي ان في افعال باللغه العربيه، ماشي، لما اجي اترجمها بالانجلش ما بحطش معاها حروف جر، على اساس ان حرف الجر ثابت في معناها وهي لوحدها. يعني ايه برضه؟ يعني مثلا عندي كلمه يحتفل بيه، اي حد لما يشوفها في نص عربي عايز يحولها لانجلش يقول لك celebrate with celebrate by. طيب لما يشوف مثلا كلمه يعجب بيه يقول لك admire with، يستمتع بيه enjoy with enjoy by. اللي انا عايز اقول لك بقى اللي انا بقوله ده غلط. ليه؟ لان انا الافعال دي، وهي مش كتير طبعا في الانجليش، الافعال دي لما اجي اترجمها للانجليش ما بحطش معاها حروف جر، لان حرف الجر في معناها لوحدها، ما بضيفش معاها حاجه. منها مين بقى يا جماعه بعد ما صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ منها لو تركز معايا كده الفعل ادماير يعجب بيه او يعجب بيه، اهي بقت كلمه واحده ادماير. يؤثر على افكت، يقبض على الريست، ما بقولش الريست اونها. طب يحتفل بيه سيليبريت، يتمتع بيه انجوي، يخشى ان فير، يشعر ان فيل، يضحي بيه ساكريفايس، يشتمل على انكلود يلتحق، جوين يدين، او يحصل على ابتين ينجح فيه، باس في سكسيد ان على فكره دي باس بقى بتساوي الاثنين سكسيد وحرف الجر. وفي عندي يصل ريتش، واحد يقول لي ارايف، ارايف بيجي معاه ات وان، انا معاك، لكن ريتش فيها حرف الجر وما بتحتاجش حرف ايه، حرف جر. فلما اجي انا مثلا اقول تؤثر درجات الحراره المرتفعه على حياه الناس سلبا. تعالى بقى اترجم كده، هرتب الجمله يا عم، انا عارف والله ما تزعلش نفسك، خلاص انا فعل درجات الحراره والفعل تؤثر، ماشي، طبعا درجه الحراره المرتفعه يعني تؤثر، وعلى حياه الناس ده المفعول. لما اجي انا اترجم بقى هروح على الفاعل، فدرجات الحراره المرتفعه دي هقول عليها مين بقى؟ هقول عليها هاي تمبريتشر. هاي تمبريتشر مالها بقى؟ بص هقول افكت، ومش معنى ان انا بقول على يبقى انا اقول افكت اون، غلط، هي افكت لوحدها يؤثر على حياة الناس. طبعا دي نكرة ودي معرفة ودي اسمها مضاف ومضاف اليه. ممكن اترجمها بنفس الترتيب، يعني هقول بس ذا واحط حياة لاين اوف واحط الناس اللي هي ايه بقى people. بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، القاعدة رقم 20 بتقول لي يا جماعة، بتقول لي ان كلمة لقد، ماشي، كلمة ايه؟ لقد، لو لقيتها في جملة عندي او في نص عربي او في نص انجليش عايز احوله لعربي، اعرف ان هو هيبقى مضارع تام، وهبدأ جملتي بالفعل برضو عادي، يعني اللي هو انا لما اجي اقول لك لقد استخدمت روسيا اقوى الاسلحة ضد اوكرانيا، ترجم بقى يا مؤمن، مش انا عندي لقد اهي، هبدأ الاول بالفعل وبعدين اروح على لقد وبعد كده اروح جرى على التصريف الثالث من كلمة استخدمت. فهقول رشا، بما انها مفرد هقول هاز،
واستخدمت التصريف الثالث used. اقوى الاسلحه اقول the strongest weapons. دي اسمها صيغه ايه بقى؟ صيغه تفضيل. the strongest weapons. ضد طبعا بقول against اوكرانيا. الشاهد في الموضوع كلمة لقد اهي هي هذا عندي ثم التصريف الثالث. القاعدة عندي رقم 21 بتقول لي قد. كلمة قد مش فيها الاحتمالية يا جماعة او الشك. انا بقى بترجمها ازاي؟ قال لك بجيب الفعل وبروح جاي حاطط مي يا مايت يا كود. اكتب لك في الملزمة مي. لا من عندي مي مايت كود. الثلاثة عندي ينفعوا فيما يساوي كلمة قد باللغة الايه؟ باللغة العربية. فلما اجي اقول لك مثلا قد يحاول البعض سرقة مجهودك بسهولة. لما اجي اترجم ده خلاص بقى يا مستر انا هبدأ بالفاعل. تمام فل ادي الفاعل واروح على كلمة قد بعد الفاعل. فانا هبدأ واقول صم عادي اهي ترجمة عادية. بس هاجي بقى عند كلمة قد واقول يا جماعة مي. اجيب الفعل في المصدر من كلمة يحاول اقول try to steal your effort اللي هي مجهود يا جماعة بسهولة. عندي اسمها ايه بقى؟ اسمها easily. الشاهد في الليلة كلها ان كلمة قد جاب بعد الفاعل في الانجليش بمعنى كلمة مي وممكن اقول مايت وممكن اقول كود. الثلاثة عندي صح. الجملة عندي او القاعدة رقم 22 و 23 هتكلم فيهم عن كلمة كل. كلمة كل يا جماعة لما يجيني مفرد بترجمها الى each او every. طب لو جاني بعدها جمع هترجمها الى all. وده بيرجع اصلا لاستخدام الاثنين دول. يعني هي each في الاصل بيجي بعدها مفرد وall بيجي بعدها جمع. ده هناخده ان شاء الله في الوحدة التاسعة في المنهج بتاع ثالثة ثانوي. انتظروا هتلاقي روائع باذن الله. طيب فلما اجي اقول كل مواطن له الحق في العيش بهدوء مع كل أصدقائه. حلوة دي. يعني تحسنا ضربنا 2 في 1. ادي كله بعدها مفرد وادي كله بعدها جمع. لما نيجي نترجم بقى تعمل ايه حضرتك؟ هتبدأ بالفاعل. طب هو اصلا كل مواطن دي الفاعل فهتقول every citizen. على فكرة every و each الاثنين واحد ها citizen. هقول بقى has the right له الحق to live أن يعيش quietly يعني بهدوء with مع all their friends. ركز بقى معايا كده. ادي every عشان بعدها مواطن مفرد وادي all عشان بعدها friends اللي هي ايه؟ اسم جمع. القاعدة عندي رقم 24 و 25. هنا هنتكلم فيها عن كلمة من يا جماعة لما بتجيني في أول الجملة ممكن يجي بعدها اسم من صفة. دي بقى ترجمها إلى كلمة it's أو كلمة it was. يعني إيه اسم من صفة؟ يعني إنه لمن الأدب، إنه لمن المستحيل، إنه لمن الجيد. وممكن يجي بعدها خلي بالك معايا صفة على شكل أو على صيغة أفعل. ماشي؟ يعني إيه؟ يعني مثلا من الأفضل، من الأجمل، من الأطول. طب الفرق بقى ان دي عندي بقى ترجمها الى يا جماعه اللي هي من وبعدها صيغه افعل الى كلمه one of. مثال مثلا لما اجي اقول من الادب التكلم بهدوء. طب لو قلت لك مصر واحده من اهدى الدول، سامحني يا رب. ايه الفرق بين من دي ومن دي؟ من اللي بعدها اسم من الصفة ده يا جماعة هترجمها لإيه بقى؟ إلى it's. بص it's polite أو it was polite عادي. to وأكمل جملتي بقى speak quietly أتكلم بهدوء. إنما مصر واحدة من أهدى اللي على وزن أفعل أقول إيه بقى؟ أقول Egypt is one of. ماشي يا جماعة كده؟ one of. أقول أهدى أقول the quietest countries. ده الفرق ما بين من
في التعبيرين دول او في الجملتين دول. القاعده عندي رقم 26 بيتكلم في ان الالفاظ اللي هي بتدل على الالزام، زي لابد ان، من الضروري ان، يجب ان، ينبغي ان. الالفاظ دي عباره عن افعال ناقصه بنستخدمها بعد الفعل وبنجيب بعدها مصدر الفعل. فلما يجي يقول يجب ان نصدر المزيد من البضائع، ماشي يا جماعه، لجلب العمله الصعبه. طيب مين الفعل اللي هبدا به هنا يا شباب؟ نصدر، مستتر تقديره و. بعد كده كلمه يجب ان بقى هروح جاي حاطط كلمه مين؟ ماست. كلنا عارفين ان لا تترجم يا جماعه بعد الافعال الناقصه كلها. نصدر هقول export، بجيب بعدها المصدر. المزيد هقول more goods. طيب لجلب هقول to bring. العملة الصعبة اسمها hard، صعبة عادية اهي. currency معناها عملة، currency. في حد يقول لك امال ايه يا مستر كلمة coin دي؟ هقول له دي عملة معدنية مدورة كده. القاعدة عندي رقم 27 عدينا عليها قبل كده، اللي هي كلمة إن لما بيجي بعدها جملة كاملة بنترجمها إلى ذات وفاعل فعل إيه مفعول. القاعدة عندي رقم 28 و 29 الاثنين بيتكلموا عن لم وعن لن. بصوا يا جماعة، دي بتبقى بتنفي الماضي، فنفي الماضي بديدنت وبعدين مصدر الفعل. دي بتنفي المستقبل فبتبقى want زائد مصدر الفعل. فلما اقول لك مثلا لم نذاكر، خلاص يعني ده معناها ان we didn't study. طب لو قلت لك لن نذاكر، ده معناها ان انا مش هعملها في المستقبل، فاقول we won't study برضو تاني. الجملة عندي رقم 30 ودي الأخيرة. في بعض الألفاظ كده يا جماعة بتحس إنها موجودة في قلب الجملة، الطالب أحيانا بيقف عندها سيكة من الزمن، زي الألفاظ من نوعية فا وحيث ولذا ولذلك. أنا مش عايز أقول لك إن كلمة لذا ولذلك الاثنين واحد، أصلا معناهم سو، بس فا وحيث والقصد دي كلها بترجمها إلى روابط عادية جدا because أو since أو as أو so أو therefore. فلما يجي يقول النجاح مكلف حيث أنه يحتاج لمجهود كبير. تعالى ترجم بقى، هتبدأ الأول بالنجاح لأنه ده الفعل، ومكلف دي تعتبر صفة فهتحط هنا verb to be لأنها جملة اسمية، فهتقول success is pricey. حيث بقى هقول as أنه متصلة بالنجاح فبقول it. يحتاج needs مجهود كبير هقول much effort. الشاهد في الموضوع ترجمت حيث إلى كلمة as. ودلوقتي هنكمل من الخطوة رقم 31. أول حاجة عندي بتقول لي إن يبذل قصارى جهده. اللفظ ده يا جماعة من الألفاظ المتكررة جدا وأنا بترجم، وأنا هكتب باراجراف، وأنا هكتب إيسي. المهم إن لفظ تكراره كتير جدا. عشان أترجمه هتلاقيني كاتب لك هنا do أو does، وبحط صفة ملكية مع كلمة best، اللي هو بقى الكلام من نوعية لابد أن نبذل قصارى جهدنا للحصول على الدرجة النهائية. طب حاجة زي كده تترجم ازاي؟ أولا كلمتي يا جماعة اهي اللي احنا هنشتغل عليها. طب في حاجة زي كده طبيعي زي ما اتعلمنا ان انا ببدأ بالفاعل الاول، فالفاعل عندي من خلال طبعا لابد ان نبذل اللي هو الضمير وي. نبذل قصارى جهدنا، انا خلاص اوريدي هقول do our بما ان الكلام عايد علينا بحط بست. هل ده يكفيني عشان اجيب معنى نبذل قصارى جهدنا؟ انا ممكن اقول make our effort، هذه كلمة مساوية لها تماما. مش عاجبني الاثنين، ممكن اقول exert our effort. اي واحدة من الثلاثة عندي هتؤدي نفس المعنى. طيب للحصول متفقين بقى ان اللام دي عندي بترجمها الى to، حصول اللي هي get، الدرجة النهائية اللي هي high marks.
بعد كده هتركز معايا على الخطوه رقم 32، انه لمن، ودي مش جديده علينا، خدناها في فيديو فات، بس انا من باب التذكره علشان خاطر المعلومه تثبت اكتر. بيقول لي ان انه لمن المستحيل ان اتخلى عن هدفي. افكرك سريعا كده ان انه لمن ده يا جماعه بتترجم عندي الى اتس، ومن المستحيل دي بجيب الصفه منها، فانا عندي مستحيل كلمه impossible، مفيش اي مشكله عادي. it's impossible ان هقول to، ماشي، اتخلى عن اقول give up هدفي my goal. الجمله عندي رقم 34. القاعده بتقول لي ان كلمه كان ممكن يجي بعدها فعلين بصيغتين مختلفين في العربي. ففي عندي ممكن يجي بعدها فعل مضارع، يعني كان يقرأ أبي الجريدة في تمام 6 بالأمس. طيب كان زائد فعل ماضي بقى، أقول كان قد سافر أبي قبل أن أعود للمنزل. الفرق بقى ما بين الجملتين في موضوع الترجمة، كان يقرأ وكان قد سافر فعل ماضي. الجملة الأولى اللي كان بعدها فعل مضارع دي هترجمها إلى ماضي مستمر. أفكرك كده اللي هو مين بقى؟ was و were plus الجيرند. طب أنا طبيعي هبدأ بالفاعل، خلاص ماشي، هقول my father was reading. اوكي، اقول بقى a paper اللي معناها جريدة في تمام الساعة 6، اقول at 6 o'clock. اما كلمة كان قد سافر، شوف بقى انا ما جبتش الفعل في الماضي مباشر بعد كلمة كان، لانها اصلا صعب جدا تجيبها بالعربي، تمام؟ وان كان حد يعني يعرف يجيبها بالعربي يعلق عليها او يعدي، مفيش مشكلة، يكتب لي في الكومنتات تحت. لكن اضطريت احط كلمة قد عشان المعنى يستقيم عندي. في الحالة دي بقى هترجمها ايه في الاخر؟ برضو هلاحظ في البداية ان في فعلين، يعني قد سافر ابي قبل ان اعود، يعني في السفر وفي العودة. هنا بقى هطبق زمنين معروفين جدا عند اي حد، الا وهو زمن الماضي التام اللي هو للحدث الاقدم او الاولاني فيهم، وبعد كده الماضي البسيط للحدث الاحدث او الثاني فيهم. يبقى سافر قبل ان اعود يعني معناه ان سافر الاول، فانا هبدأ برضو بماي فاذر، وهقول بقى had traveled قبل before، ماشي. I come back home قبل العودة إلى إيه يا جماعة؟ إلى المنزل. لما أجي ألاقي في جملتي بالعربي، ودي الخطوة رقم 36، كلمة إحدى أو واحد من أو واحدة من، برضو مش جديدة عليا ديت، كنا احنا شرحناها لما كنا بنقول يعتبر واحد من أو من. فلما أجي أقول مثلا تعد مصر واحدة من أهم الدول الأفريقية. ركز معايا كويس قوي، عدت علينا قبل كده في قاعدة الترجمة قصة من عشان خاطر أهم صيغة مقارنة على وزن أفعل. المرة دي بقى هركز شوية على المصطلح كامل واحد من، فأنا هبدأ بالفاعل برضو كالعادة، فهقول ايجيبت. حد هيقول لي يا مستر الجملة اللي قدامي دي ما فيهاش فاعل، مش أنا اتعودت على إني فاعل مفعول؟ طب هو فين الفعل؟ حد شاطر عربي هيقول لي دي جملة اسمية. اقول لك يا شاطر عربي، الجملة الاسمية عندنا في الانجليش هو بعد الفاعل مباشرة انك تحط فيرب تو بي يتناسب مع الفاعل ده. طب الفيرب تو بي ده اللي هو مين؟ ام از ار واز وير، تمام. طب تعد مصر واحدة، مش انا بتكلم على حقيقة كده او شيء كائن، يبقى مضارع، يبقى يا ام يا از يا ار، تمام. مصر عندي مفردة، يبقى انا هقول از. ده كده يا جماعة لما تكون في جملة اسمية، يعني بعد الفاعل في صفة، في اسم، في حرف جر، لازم احط فيرب تو بي. يبقى ايجيبت از واحدة منها، اقول one of. اهم، ماشي، هقول the most important.
حلو بقى. الدول الافريقيه موصوف وصفه. طب انا في الطبيعي زي ما خدنا قبل كده الصفه قبل الموصوف، فهقول the most important African countries. ممكن حد يلاحظ حاجه، ان one of دي مش المفروض انها صيغه عايده على مفرد؟ بس لما بيجي بعدها اسم يكون الاسم جمع. يعني لما اقول لك مثلا الانجليش واحد من اسهل المواد، فانت بتيجي تقول ايه؟ انجليش از one of. حلو اهي تمام. ايه بقى اللي هيحصل بعد one of؟ هتقول the most important. اوعى تقول لي subject، مش انا عشان قلت one of يبقى انا هقول مفرد. لا، one of the most important subjects. لما اجي اقول المرسيدس واحده من اغلى السيارات بجيبها ازاي؟ بقول مرسيدس از one of. حلو قوي، واحده من جمع بقى الاسم اللي بعدها. ودي قاعده مهمه جدا خلي بالك منها. نرجع بقى لكلامنا تاني، يبقى ايجيبت از one of the most important African countries، عشان خاطر كان في عندي الافريقيه صفه قبل الدول الموصوف. الخطوه عندي رقم 37، الفيرب تنعم او اللفظ تنعم به. بصوا يا جماعه، من ضمن الحاجات اللي في الترجمه، انا ما اعرفش هي ميزه ولا عيب، بس انا في ظني انها ميزه، انك بيبقى ليك الحريه انك يعني تكرييت في الافعال او في الكلمات. يعني ممكن نلعب بالالفاظ كتير جدا في مساله الترجمه، خاصه من العربي للانجليش، صدقني، او العكس. بس انا قصتي ان لما يجي يروح جاي حاطط فعل او كلمه بالعربي تحسها شويه عاليه، معناها مش مألوف. لما نيجي نركز فيها بالانجليش تلاقيها انها جمله هبله جدا بالانجليش. يبقى اللعب بالالفاظ بالعربي ما يخلينيش اكش من الترجمه واقول يا نهار ابيض ايه الكلمه الغريبه دي انا ما اعرفهاش. يا باشا جاست شويه كونسنتريشن، تركيز. هتلاقي ان الكلمه الكبيره اللي انت شايفها دي اساسها فيرب او كلمه بالانجليش انت حافظها بالفعل، بس هي شويه سنسيتيفيتي مش اكتر. فلما اجي اقول مثلا تنعم بي، ايه تنعم بي دي؟ المفاجاه بقى انها طلعت كلمه انجوي، اللي هي معناها تستمتع به. فلما يجي يقول لي تنعم مصر بموارد طبيعية، ترجم بقى هي الجملة صغيرة شوية. هبدأ بالفاعل كالعادة، هقول ايجيبت وهقول انجويس. ده تستمتع. ايوه يا سيدي هتستمتع زي تنعم، الاثنين عندي واحد. موارد طبيعية، محدش بقى يجي يقول لك بي، لا بي لا تترجم. واحنا وقفنا عند الحتة دي لو تفتكر معايا، ان مش كل الافعال باللغه العربيه اللي بيجي معاها حرف جر في الانجليش لازم احط نفس الفعل معاه حرف جر. زي كلمه يحتفلوا بيه، ما تقوليش بقى سيلبريت وذ ولا باي ولا اوف، خلاص الكلام قديم مش عايزين نكرره تاني. بس هي فكره تنعم به هي جاست فيرب او كلمه واحده. فبقول ايجيبت انجويس. هنقول بقى الموارد الطبيعيه اهي طبعا موصوف وصفه، فانا هقول ناتشورال اللي هي الصفه الاول، وبعدين اقول كلمه ريسورسز اللي هي معناها ايه؟ موارد. كلمة هناك، القاعدة رقم 38. ايه حكاية هناك دي يا استاذ؟ والله يا مستر هي في الانجليش يعني بيقابلها there. برافو عليك. في بقى عندي there is، في عندي there are، في عندي there was، في عندي there were. طبعا الناس اللي بتسمع فاهمة كويس قوي ان is و are دي تخص المضارع، was و were بتخص الماضي. لان اللي هو بقى نقول ايه؟ نقول الجامع ما بين الكل كده، ان لما اجي استخدم فعل ده، لو استخدمت فعل يعني لازم يراعى ان يكون في فعل مضاف له اي ان جي، ده اذا وضع فعل. لكن في الغالب بيقول هناك الكثير من الشباب يبحثون عن وظائف حكومية. ترجمة محترم. هبدأ بكلمة هناك الكثير من، فأنا بقول there. حلو قوي. الجملة زمانها إيه؟ ده مضارع، يبحثون، هناك الكثير. طيب اللي أنا بتكلم عنه ده مفرد ولا جمع؟ ده الكثير ده معناها إنه جمع، يبقى أقول there are. الكثير بقى اللي هي a lot of young people. الفعل بقى اللي انا هحط اللي هو كلمه يبحثون ده يا جماعه، هروح جاي كاتبها وفي اخرها اي ان جي، فاقول searching for. عادي هنا بقى حرف الجر صحيح مفيش مشكله فيه. انا عندي وظائف موصوف والحكوميه صفه، فهقول governmental، ووظائف اللي هي jobs. قاعده عندي رقم 39، كلمه يعتبر، كان يعتبر، يعد. الالفاظ دي كلها ما تخوفكش لما تشوفها في النص العربي. ليه ما تخوفكش؟ لأنها طلعت هبله جدا.
هي طبعا لها ترجمه صحيحه عادي مفيش مشكله، يعني انا ممكن ابتكر لها كلمه واحط لها لفظ يعتبر بمعنى يعتبر، بس انا لو راجل بتعلم الترجمه وعلى قدي ايه الكلمه البديله اللي ممكن استخدمها وتمشي نفس المعنى. بص يا سيدي، الاول كده لما نيجي نقول تعتبر مشكله البطاله واحده من اخطر الازمات التي يعاني منها الشباب. هنرتب الفاعل مشكلة البطالة، نوعه مضاف ومضاف إليه عشان نكرة ومعرفة. طب حلو قوي، اكتب بقى بالانجلش. لا انا اترجم المضاف والمضاف إليه ازاي؟ الاول بتروح جايب المضاف تحط قبليه ذا وتحط اوف في النص وبعدين المضاف إليه. طريقة حلوة اهي من غير اي تعب، نفس الترتيب بتاع الكلمات بس ذا قبل المضاف اوف قبل المضاف إليه. مش عجباك الحتة دي اعكس بقى من غير اوف ولا تزعل نفسك. يعني ايه؟ يعني هقول البطالة مشكلة بس من غير ما احط اوف في النص. طيب مش قصتي اهي، هخليني ابقى نمطي معاك. The problem of unemployment اللي هي البطالة. خلصنا الحوار اهو، وادي اوف وادي اهي. ممكن بقى اعكس اجيب the unemployment problem من غير ما احط اوف. تعتبر في الاساس كلمة تعتبر ممكن اقول is considered، وممكن اشيل considered واقول is regarded. طب انا لا عارف دي ولا عارف دي، ما تحيرش نفسك، حط is وخلاص والله المعنى صح. تمام؟ يعني ممكن اقول is وخلاص تكون شغال، وترجم is الى تعتبر الى تعد الى تمثل، معاك مفيش مشكله. هنا الترجمه الحرفيه بتاعت كلمه تعتبر. واحده مني مش جديده عليا بقى اللي هي one of. اخطر المشاكل على وزن افعل دي اسمها صيغه تفضيل، والتفضيل عندي في الانجليش انك تقول ذا most وتجيب الصفه، طالما ان كلمه اخطر صفه طويله يبقى the most dangerous. حلو قوي. ايه بقى dangerous؟ ايه بتوصف ايه انت بالصفه دي؟ بوصف ازمات اسمها crisis. وخلي بالك ان بص عملت ايه؟ حطيت ايه؟ اصل احنا يا مستر عارفينها بالاي. ايوه دي المفرد بتاعها. ايه ده؟ هو في جمع عندي ان انا اغير حرف، مش احط اس واي اس واي اس انواع الجمع كتير والاسامي كتير جدا يا جماعه، وطبعا هناخدها تفصيلا برضو في الحلقات اللي جايه عشان خاطر اعرفك تكون جمله صح ازاي. طيب نرجع ونقول the most dangerous crisis جمع اهي التي which يعاني منها الشباب. طب يعاني منها الشباب المفروض اترتبها او ارتبها زي ما هي كده؟ لا، هجيب الشباب كفاعل اقول which youth يعاني suffer from. طيب يا سيدي تعالى بقى على القاعدة رقم 44. مش هشرحها، هتخطاها. ليه؟ لأنها بتتكلم 44 هذا. تعالى على الخطوة رقم 40 بقى، ودي أنا مش هشرحها. ليه؟ لأنها بتتكلم عن المضاف والمضاف إليه، وده لسه قايلينه حالا، مش هضيف جديد. 41 نفس القاعدة. أنا مش عارف كنت فرحان بالأرقام وبرقم أي كلام وخلاص، سامحونا معلش يعني. لا اله الا الله. ماشي. من اول بقى 40 41 خلي بالك معايا، دول لسه بتكلم عنهم في قصه المضاف والمضاف اليه. طيب فمش هنقول جديد يعني، اللي هي النكره بعدها معرفه وعارفين هنعمل ايه. 42 استخدام الاس الملكيه. بص يا محترم انت ركز معايا كويس قوي. اس الملكيه واحده من الطرق الكتير اللي بملك بيها شيء لمالك. ايه ده؟ هو في اكتر من قاعده يعني للتمليك؟ طبعا في كتير. انا في عندي كلمه belong to بيجي بعدها اسم المالك، في عندي own يمتلك وبيجي بعدها اسم الشيء المملوك، في عندي possess يمتلك وبيجي بعدها اسم الشيء المملوك وقبلها الفاعل. اس الملكيه واحده من الطرق، بس انا قصتي في ان حصل حركه بالمنظر ده وفي عندي حركه بالمنظر ده. ايه الفرق بين وضع الابوستروفي هنا او هنا؟ الابوستروفي قبل الاس ده معناها ان اللي قبلها اسم مالك مفيش في اخره اس، سواء من اصله او مضاف اليه. اما الاس ابوستروفي ده معناها ان اللي قبلها اسم في اخره اس، سواء كانت جمع او كانت من اصله. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول مثلا شنطه احمد هقول احمد's
ركز معايا كده، احمد's باج. ايه اللي حصل؟ طب احمد كاسم مفيش في اخره اس، عايز املكه الشنطه ابوستروف الاول وبعدين اس. لكن عايز اقول مثلا لميس، بص ركز معايا، تريس، فستان لميس. الله، امال فين الابوستروفي اس يا ابني؟ ما انا اكتفيت بالابوستروفي. طب فين اس الملكيه يا حبيبي؟ اصل الاسم نفسه في اصله اس، سواء كان مفرد او جمع، طالما الاسم منتهي باس وعايز تملكه حاجه يكتفى بوضع الابوستروفي. اما لو كان مفيش في اخره اس، برضه مفرد او جمع، لازم تعمل ابوستروفي اس. ماشي. القاعده عندي بقى رقم 43 ليست بجديده، قصه ان انا سوف افعل، سافعل، ودي كنا اتكلمنا عنها في قصه الافعال الناقصه لو تفتكر معايا، لما قلت ان سا وسوف كل ده اصلا الفاظ معبره عن المستقبل. يعني دي تبدا بالفاعل الاول، لما يجي يقول لك مثلا ساسافر للخارج لكسب المزيد من المال، تعمل ايه بقى في ساسافر؟ هات الفاعل اللي هو مستوى تقديره انا، اي، سا او سوف، اي ويل. مش محتاجه بقى قاعده وكلام. القاعده 44 بتتكلم عن لم زائد، لم ده اداه نافيه، زائد فعل مضارع، والله قايلينها الفيديو اللي فات. لم زائد فعل مضارع ده نفي جمله الماضي البسيط حرفا. يا سيدي لم اذاكر يبقى I didn't study. هي لم تلعب يبقى she didn't play. المهم ان لما انفي ب didn't اجيب الانفينيتيف او مصدر الفعل. القاعده الاخيره 45، كلما. افتكر كده فلاش باك بس، وهات تانية ثانوي وتاني الوحده الثانيه الترم الاول، كان في قاعده اسمها كلما. القاعده دي بتستخدم للتعبير عن ان في حاجتين بيعتمدوا على بعض او احداهما تعتمد على الاخر. بالبلد كده، كلما ذاكرت كلما جبت درجات عاليه، الدرجات العاليه اعتمد على المذاكره. كلما تمرنت كلما اصبحت اقوى، يبقى قوتي اعتمدت على التدريب. تمام. بالانجلش بقى القاعده شكلها عامل ازاي؟ هي عباره عن ذا والصفه في اخرها اي ار وجمله. الجمله الثانيه دي بقى اللي هقولها، على فكره هم جملتين جنب بعض ها، والبدايه بتاعتهم واحده، ذا برضه صفه في اخرها اي ار وجمله، او ذا مور وجمله، ذا مور وجمله، او ذا لس وجمله، ذا لس وجمله. معانيهم ايه؟ الاولى مثلا ذا والصفه اخرها ار، على حسب الصفه يا محترم. لو قلت ذا فاستر كلما كان اسرع، على فكره اسمها كلما ها. طب ذا شورتر كلما كان اقصر، ذا كويكر كلما كان اسرع، ذا سترونجر كلما كان اقوى. ماشي. طيب الجمله الثانيه بقى، هل لازم تكون برضو ذا وصفه اخرها ار؟ مش شرط على فكره، يعني ممكن تبقى الجمله الاولى مبدوءه بده والثانيه مبدوءه بده او ده. تكون الجمله الاولى مبدوءه بذا مور والجمله الثانيه مبدوءه بده او ده، مبدوءه بذا لس ومبدوءه بذا وصفه اخرها ار او ذا مور، براحتك بقى عادي، المعنى هو اللي بيفرض نفسه. اهم شيء عندي تبقى فاهم ان القاعده دي لازم يبقى الدرجه الثانيه من المقارنه المستخدمه بعد ذا، سواء بقى ذا مور الناحيه دي، ذا لس الناحيه دي، ذا واي ار الناحيه دي، مش هتفرق معايا. طيب الجمل اللي هنا دي لها شروط ولا لها شروط ولا حاجه؟ عادي، جمل كامله عاديه جدا زي ما انت بتكتب. طيب المعنى ايه؟ قلت لك ذا والصفه اخرها ار على حسب، هي كلما، لبس انت كلما بقى في الايه؟ في الصفه. طب ذا مور طب ذا مور كلما كثر. طب ذا لس كلما قل. طب لو قلت ذا لس كلما قل شيء، كلما قل شيء. طب ما تجيب مثال يا مستر اهو يا سيدي. ذا مور يو exercise، ماشي، the less points you will lose. ايه بقى ده؟ ايه اللي حصل؟ شايف اول الجمله دي ايه؟ the more. طب شايف اول الجمله دي ايه؟ the less. ما قلتش the more ليه؟ مزاجي، السياق انا عايز ارتبه كده. طب المعنى مقبول يا سيدي، كلما تمرنت اكتر كلما خسرت درجات اقل. طب انا عايز اخليها the more عادي مفيش مشكله. the more you exercise the more points you will، ما اقولش لوز بقى، اقول you will win، هتفوز بيها براحتك عادي. طب بص the more you exercise the faster you run، كل ما جريت اسرع. يبقى القاعده عندي ما هيش ملتزمه بان طالما بدات بكلمه هنا ابدا بكلمه هنا، اهم حاجه تكون قاعده الكلمتين واحد. وهنا كده يا جماعه يبقى انتهينا ان شاء الله من موضوع الترجمه. الخطوه اللي جايه باذن الله احنا هنتكلم عن ازاي نكتب
المقال. وبعد كده هنتكلم عن فيديوهات تخص تكوين الجملة مهمة جدا، ما تحاولش تهملها أو ما تتابعهاش معنا. ربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله، ونسأل الله السداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.